يا شيخ، أيستطيع الله فعل ما يشاء؟ كل ما يشاء. أيمكنه تغيير ما هو موجود؟ كأن يجعل الليل نهارا؟ بالتأكيد، ولكن على ما تسأل؟ إنه كلام أطفال. قل لي يا شيخ، 2 زائد 2 يساوي كم؟ الكل يعلم. إذا أنا طفل لا أعلم. يساوي 4. إذا شاء الله يمكن أن تصبح 5؟ أجل. إذا يمكنه جعل المسلم ملحدا والكافر مسلما؟ طبعا بني، بلا شك. إذا فطالما كل شيء بيده ونحن لا خيار لنا، وطالما العابد والفاسق كل تحت إرادته، إذا لما أنتم مجتمعون؟ كل ما تعظون من جهاد وعمل وتعبد يكون بلا معنى. أوليس أفضل للناس أن يسلموا أعمالهم لله؟ ولكن قل لي يا بني، أي جاهل فاسد علمك هذه الأفكار؟ نحن لسنا مخيرين، لابد أنه الله. أمسكوا بهذا الولد، إنه أسير أفكار الشيطان. أمسكوا به، الحقوا به. تعال. أنا أعرف هذه الكتب، فوالدي يملك العديد منها. هذا كتاب صفات الأشراف، وهذه الشهنامة. بالمناسبة لم أرى لصا مثقفا. هل يطالع اللصوص الكتب أيضا؟ تناول هذه الكأس من حليب الماعز الآن وبعدها طبعا قلت إذا شاء الله يمكنه جعل 2 زائد 2 تساوي 5. أجل. وبعدها سألت لما نحن لسنا مخيرين. كيف تعلم أني قلت هذا؟ أحكم إغلاق الكيس جيدا. أمرك. أنا مثلك كنت في يوم طفلا وفي ذهني أسئلة كثيرة. حينما تكون الأسئلة كثيرة فالإجابة لا تفي. أحسنت. وأما الإجابة على قضاء الله وأمره لكافة أعمالنا فحكمة إلهية مسلسلة. سيدي، هل نرسل المؤونة لتلك العجوز التي قتل صهرها منذ أسبوعين؟ بالطبع. حسنا في الحال. وهو عز وجل وهبنا العقل والإرادة من أجل الاختيار. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني فإذا شاء الله وقضى وقدر في أمر ما يكون حتميا، وإذا كان الأمر نتيجة فكر الإنسان وأعماله مثلنا أنا وأنت، فهو يستوعب عندئذ التعديل والتغيير، وإنجازه بالطبع منوط بإرادة البشر. ما تقوله صعب علي بعض الشيء. نعم هو صعب، ولكن ليس على طفل يميز من قراءة الخط الأول بين كتاب صفات الأشراف وبين كتاب الشهنامة. بالنسبة لشخص مثلك متبحر في العلم الإلهي، أليس قطع الطرق معصية؟ والنهب إثما؟ أنا أيضا لا يعجبني هذا الفعل، ولكن أنت لا تعرف الظلم والجور الذي يمارس على الناس. الناس يموتون جوعا، والحكام يصوبون سهامهم على حناجر الناس. لا يجوز لرجل الدين أن يحيد بنفسه ويكون في مأمن والناس في موضع الشدة.